تخيل لو كان عندك القدرة إن أنت ترجع بالزمن في أي لحظة، هل ده هيكون أفضل قرار في حياتك ولا ده هيكون أسوأ قرار في حياتك؟ تخيل إن أنت ممكن تعمل غلطة مش مقصودة وبتكة زرار واحدة بس ترجع كل حاجة ولا كأن حاجة حصلت. بس لو قدرت ترجع بالزمن، هل هتقدر تصلح كل غلطاتك ولا ده هيفتح عليك باب مشاكل أكبر؟ بص، تخيل ان انت راكب عربية سريعة جدا، بس مش اي سرعة، لازم سرعتها تكون مقاربة لسرعة الضوء. هنا انت بتدخل للنظرية النسبية لاينشتاين اللي بتقولك ان الزمن بيتغير على حسب سرعتك. يعني لو انت مثلا ماشي بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فالزمن هيعدي ابطأ من صحابك مثلا اللي قاعدين بيشربوا شاي على الارض. تمام؟ اذا لو انت طلعت رحلة في الفضاء لمدة سنة بسرعة الضوء، اهم حاجة، فممكن ترجع تلاقي عدى عشرات السنين على الأرض. إذا كده أنت سافرت للمستقبل. يمكن المشكلة مش في الغلطات اللي بنعملها، يمكن قيمتها إن هي تحصل وتعلمنا. ولو قدرنا نرجع بالزمن ونمسح كل الغلطات اللي عملناها، يمكن نفقد جزء كبير من اللي بيخلينا بشر. الأخطاء بتصنع شخصياتنا وبتخلينا ناخد خبرات أهم بكتير من الكمال اللي كلنا بنسعى وراه.